باش يقولون على استغلال القضية في أشياء في غير محلها. اليوم رانا في بيت عائلة سعدو، راح نشوفوا الإخوة تاعها يعطونا انطباعهم بخصوص القضية. كما قلنا رانا في بيت عائلة سعدو، راهو معانا أحد أفراد العائلة راح يعرفنا بنفسه. أنا خو شيماء الله يرحمها، خوها من باباها مصطفى سعدو. شيماء الله يرحمها هي أختي من بابا، يماها مطلقة من عند بابا، مطلقة في 2011، وبابا كي طلقها خلالها الدار دار في حي مزرعة بورعدة هنا في المقبرة الجديدة، وخلى عطالها النفقة تاعها من 2011 وهي تدي النفقة تاعها، والنفقة تاع بنتها كان بالعكس، كان يعني النفقة كان بزيادة يمدلها فيها. واحنا خاوتها هي ماشي عايشة معنا، عايشة مع يماها عندها الكفالة تاعها، هي اللي مربيتها، وما كانش كاين حتى يعني تواصل بيناتنا لظروف خارجة عن النطاق تاعنا. يعني مصطفى هذه الظروف خارجة عن النطاق تاعكم، يعني ظرف عائلي خاطئ. حاولنا يعني يكون اتصال معها، حاولنا يعني تكون معنا تجي وتروح، ولكن كاين امور ظروف عائلية وخارجة عن النطاق تاعنا، ربي اللي عالم بها. مصطفى كاين استفسارات كثيرة من عند الشعب الجزائري عامة، لأنها قضية الرأي العام، أنه أين هم إخوة الفتاة هذه والوالد تاعها. لكن الشيء اللي يتجاهله الكثير أنكم كنتوا واقفين على الجنازة هذه من البداية تاعها حتى النهاية تاعها. تقدر تعطينا تفاصيل على الوقفة تاعكم، على استلام الخبر اللي كان من الوالد تاعها وتفاصيل أكثر؟ والله شوف، هي كي صارت الحادثة الدرك الوطني غير ما علموا بها في الثنية، اتصلوا بابا عيط لي هنايا، انا كنت في درع الميزان، عيط لي عيطت لخويا واحد اخر باش يدي بابا يطلعوا الدرك الوطني للثنية، ومن بعد انا جيت توصلنا بهم، بداو الدرك الوطني بداو في التحقيق معنا. بابا شافها ما عرفهاش، خاطش محروقة كامل ما عرفهاش. هما يعني على حسب المعلومات تاع القاتل هو اللي صرح بالاسم تاعها وشكونها، على هذيك اللي اتصلوا بابا. ومن بعد شافتها، ومن بعد حنايا عيطنا ليماها، جات يماها كي شافتها عرفتها، قالت لهم باللي هي. رغم ذلك الدرك الوطني بقى متحفظ، يعني حتى كاين تحاليل يقوم بها باش يتاكد باللي الطفله هذه هي شيماء. ومن بعد الدرك الوطني رشدنا واش لازم الاجراءات اللي تاخذوها حتى يكون الدفن. ولينا من المستشفى للدرك الوطني للمحكمه 4 ايام، من الجمعه السبت الحد الاثنين، حتى الاثنين خرجناها من السبيطار ودفناها. ربي يرحمها ان شاء الله. خويا مصطفى، انتم يعني قمتوا بالواجب كاخوه في عمليه الدفن، قلنا من استلام الجثه الى الدفن حتى اكمال العمليه مع الوالده. كاش كاينه يماها برك وخوها صغير، خوها شقيق صغير، هذا ما كاش واحد اخرين اللي ينجموا يتكفلوا بالامر هذا بغير خاوتها. هي ربي يرحمها خويا مصطفى. هذا الشيء لازم، يعني كان لازم علينا أن نلحقوا الرسالة هذه بأنكم كنتوا واقفين وكنتوا حاضرين منذ بداية الأزمة هذه. مصطفى، الشعب الجزائري ضامن بصفة كبيرة مع القضية، لأنها تقدر تكون لأي واحد، أي واحد تقدر تصل له في عائلته، في أخته، في ابنه. وشفنا قضايا من قبل، وحتى يعني احنا كشعب كله ينادي بضرورة القصاص. أنت كأخ
واش رايك في هذا الحكم اللي راه الشعب الجزائري ينادي به؟ والله واش نقول لك، القصاص هذا الحاجه الاولى، اذا كنا يعني شعب يعني الاسلام هو دين الدوله، القصاص هذا راه في القران الكريم. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لو كان صرا القصاص من نهار الحادثه الاولى اللي اختطفوا وقتلوا وصرا والصرا، ربما ما نوصلش لهذا الامر اللي رانا فيه، ما نوصلش للامر هذا اللي رانا فيه. احنا القصاص ثم القصاص ثم القصاص، وما تنازلوش على القصاص. اخ مصطفى، كما شفنا الشعب الجزائري يعني القصاص اصبح مطلب شعبي من القضايا الاولى، وما زلنا ننادوا بالقصاص في القضيه تاع الاخت تاعكم، هو مطلب شعبي يعني مفروغ منه، لكن ماذا بينا ما يتمش استغلاله سلبيا في امور اخرى. ماذا بينا مصطفى تلحق رساله للشعب الجزائري في هذا الاطار. شوف الاخ، انا الان انا هو الممثل تاع الاسره تاع خاوت شيماء الله يرحمها، من باباها خاوتها، انا هو الممثل تاعهم، وحتى تاع بابا حتى تاع الوالد. هادو اللي راهم ربما يخرجوا مظاهرات، يديروا مظاهرات ويرفعوا لافتة تاع على شيماء الله يرحمها، ويحاولوا يستغلوا هذا الظرف في تمرير أجندة تاعهم سياسية ولا حزبية ولا. احنا هذا الامر خاطينا كامل، ما يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. كاين دوله، كاين عداله، كاين هيئات رسميه هي تتكفل بهذا الامر، والتحقيق مازال التحقيق يجري عند الدرك الوطني وعند قاضي التحقيق. مازال الملف هذا مازال لم يغلق بعد. على هذيك انا نقول لهادو الناس اللي راهم ربما يستغل، حتى اللي راهم الفتنه اللي راهي في الفيسبوك في وسائل التواصل، منها نقول لهم يا ودي خافوا ربي سبحانه، من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه حاجه تخصنا احنا غدوه اذا لا قدر الله درنا تنازل، كش واحد راح يدخل روحه فينا، ماكش راح يدخل روحه فينا. على هذيك التهوا بروحكم، خلوا الامر هذا خاص بينا حنايا، والحمد لله رانا في الاتصال مع الهيئات الرسميه في الامر هذا، وان شاء الله يكون الامر اللي حبيناه هو القصاص. ان شاء الله ما دام راه مع ان شاء الله هذه التعديلات الدستوريه اللي راهي صايره كامل، ان شاء الله هذا المجرم القاتل يبدا به القصاص، ان شاء الله يكون فاتحه خير، ان شاء الله يبداوا به القصاص. وثان حتى الجمع كاين اللي شفت انا بعض الصفحات في الفيسبوك في وسائل التواصل، حبوك شغل يديروا تضامن مع اهل الضحيه ويلموا دراهم والاخر. نقول لهم يا جماعه ما راناش في حاجه الامر هذا، الحمد لله رانا كافيين الكفاف والعفاف، ما نسحقوش الامر هذا كامل. ادعوا لها بالرحمه، هذا ما كان كي ادعوا لها بالرحمه ووقفتوا معها الوقفه هذه، استنكرتوا الجريمه الشنعاء هذه، هذا بزاف. بارك الله فيكم. حاجه اخرى، كل واحد كما يقولوا يحبس عند حده، ما يديروش فوضى، ما يديروش بلباله كبيره.